حياة كل واحد مننا بتمر بمراحل مختلفة. في ناس بتقرر تعيد اكتشاف نفسها في مرحلة معينة من حياتها، تبتدي حاجة جديدة، يا تتعلم حاجة جديدة يا تعمل شغل جديد محتاج مهارات مختلفة، وتبتدي تدخل في مجال ما كانتش فيه قبل كده. ضيفتنا النهاردة كسرت حاجز الخوف من التغيير، السيدة عبلة سلامة، مقدمة برنامج عندك وقت مع عبلة على قناة شاهد وام بي سي. اهلا بيكي يا عبلة. شروق، ازيك حبيبتي؟ اولا بشكرك جدا على ان استضافتك ليا في كايرو احنا ويست، اللي سعداء بيكي جدا. وان بتستضيفيني في بيتك كمان. لا يعني اولا ميرسي يا شروق عاوزه اقول لك ان احنا كلنا بنتفرج على البرنامج بتاعك حبيبتي. ومنبهرين بيه، وفعلا شفنا منك جانب مختلف. اللي انا بقى عاوزه اعرفه، كسرتي حاجز الخوف من التغيير ازاي؟ بصي انا قعدت مده طويله جدا من حياتي مع اني شخصيه فيها جراءه، ما بخافش، ولكن كنت عايزه ابقى في المنطقه الامنه، الكومفورت زون. مظبوط. كنت خايفه اخرج منها. وبعد شويه مع السن ومع النضج تكتشفي ان حياتك ونجاحاتك والسعادة ممكن تبقى بره الكومفورت زون ده. فأخدت القرار، يلا أصحابي شجعوني وانتي منهم، وعملت التجربة والحمد لله تهيألي إنها نجحت. لا هي نجحت اكيد. اولا البرنامج مختلف، قدمتيه بطريقه مختلفه، والطريقه اللي شافوا بيها شخصيه الضيف بتاعك شافوا منه جوانب مختلفه جدا، واظهرتي شخصيته اللي ما كانوش شافوها. على الرغم إن أنا جديدة في المهنة دي، ولكن كنت حاطة مدرسة قدامي وكنت عايزاها إن الضيف ده ضيفي. يعني عارفة اللي يقولك لازم تكرمي ضيفك. فلا كنت عايزة أبقى سخيفة أو أسأله أسئلة شخصية قوي أو أخد ترند على حسابه. لأ، أنا كنت عايزاه يبقى مرتاح ويتكلم براحته والوجه الإنساني بتاعه يبان. يس. فما كنتش مهتمة خالص لو تاخدي بالك في الحلقات بالناحية الفنية خالص. يعني ما كنتش بسأله آخر أعمالك، إيه الفيلم طب اللي عشان كده كنت عايزة الناحية الإنسانية والجانب اللطيف، الجانب الظريف، الأب، الزوج، الابن. فكانوا هم ارتاحوا. يعني يمكن كان عندهم ثقة فيا لأن إحنا أصحاب، فكان في ثقة إن أنا هخليهم بصورة حلوة. وقد كان، والنتيجة كانت أسعدتهم قبل ما تسعدني وتسعد الجمهور، أسعدت النجوم. طبعا ان انت بطريقه، يعني برضو هي طريقه مختلفه، طلعتي منهم الشخص اللي انت تعرفيه المشاهد ما يعرفوش، حقيقي والأول مرة يطلع على الشاشة والناس تعرفه. وده كان مهم لأن شايفة مثلا لما بتكلمي عن دور الأم أو الأب، ممكن بالظبط. يكون الناس متخيلة إن الفنانين دول عايشين في عالم مختلف. ولا حقيقي فأنت وريتي الجانب ده. احكي لي مشوار عبلة سلامة لغاية لما وقفت قدام الكاميرا فعندك وقت مع عبلة. بصي أنا عملت تجارب قبل كده. البداية كانت من 3 سنين. هي بدأت بالفيسبوك عشان أكون أمينة معاكي. يعني عارفة اللي يقولك بدأت بكلمة وانتهت بكاميرا. أنا كنت بكتب وما زلت، بس كنت ست كده عارفة اللي هو إيه، أكتب في أي موضوع وما بخافش وأي قصة. فلقيت الأستاذ طارق نور أخد حاجات من اللي بكتبها، وكان عنده على القاهرة والناس قناة فقرة اسمها أقوال مقصورة. مظبوط، كانت عاملة زي الكتاب كده بالظبط. وعليها كتابة. فلقيت نفسي أنا وأنا بتفرج مش واخدة بالي، لأن هو صديق وموجود عندي على الفيسبوك. لقيت في حاجات أنا كاتباها وكاتب اسمي عبلة سلامة. يا نهار أبيض، عبلة سلامة! ده كان يمكن من في 2012. وبعدين حصل اتصال بيني وبين أستاذ طارق، بس ظروفي الشخصية وقتها كانت ما تسمحش إني أدي وقت. نام الموضوع. رجعنا تاني من 3 سنين. كانت الفكرة الأولى بودكاست من غير نجوم. أنا هطلع بقى إيه الكلام اللي بكتبه أقوله. فعلا دي فكرة برضو حلو. بس لقيت يا شروق في كم من البودكاست طلع مظبوط، محتوى يعني كتير. كتير. فقلت هتوه في النص، يعني مظبوط. ما. فوانا قاعدة بتكلم كده مع أصدقائنا من الفنانين، لقيت إن في ترحيب إن هم يجوا. عملت تجربة، كانت أول تجربة مع أمينة خليل، ما عجبتنيش. ما يعني عملت عجبنيش. صورتي حلقة وما صورنا حلقة عجبتكيش. وأدت ومزيكا وكله. ما لأ، عارفة حسيت إن أنا استوديو مذيعة. أنا ما كنتش حاسة نفسي لا مذيعة ولا عايزة جو استوديو. فعدت التجربة تاني، ما عجبتنيش.
كانت دي التالتة. حسيت ان فكرة الوقت خلى البرنامج ليه هيكل، ليه structure، فبقى في موضوع. فعجبتني الفكرة جدا واشتغلت عليها، بدأت أكلم الفنانين، لقيت فيه ترحاب وقبول، فصورنا. انا بلاقي فيكي بقى ميزه، كونك اصلا كسرتي حاجز الخوف من التغيير ده وابتديتي الفكره، كمان لما اول البرنامج طلع ما عجبكيش انك تفضلي تحاولي وما تخافيش من الفشل. حقيقي أنا ما بخافش من الفشل، أنا ما بحبش الفشل، ما خافش منه أبدا، لكن ما حبوش. وأنا متأكدة إن كل الناس تقدر على دي، طالما حطيتي دماغك في حاجة خليكي وراها. مفيش إن أنا فشلت، لا، أنا مش هفشل. ودي كنت بقولها تحفة. لنفسي، أنا مش هفشل، برافو عليكي. مش هعمل حاجة تفشل. في الثقافة بتاعتنا اللي هو يقول لك إيه، ما هو حلو أهو. أنا ما بحبش ما هو حلو أهو، طالما في أحسن طب ما نعمل اجود الأحسن. بقى. مم. في أحسن نروح للأحسن، ما برضاش بالقليل. عارفة اللي هو إيه، ولا اللي هو ممكن يعدي، لا، انت عاوزه المستوى اللي انت طالباه اللي أنا لنفسك. راضية عنه. ممكن في النهاية ما يعجبش حد، بس أنا كعاملة راضية. حتى في الإضاءة، حتى في التصوير، عارفة بقيت أتفرج على حاجات أجنبي وأقول لهم أنا عايزة الإضاءة دي، مش عايزة الإضاءة القوي، أنا عايزة القعدة المريحة دي. درستي كتير آه عشان تعرفي انت عاوزه ايه. اتفرجت على كل البرامج اللي ممكن بتطلع. في حاجة حتى على السوشيال ميديا اسمها ماستر كلاس، ده ناس بتعلم، ايوه سيلبرتيز. كنت بتفرج على طريقة التصوير، على الحركة، على الديكور، فالواحد بيتعلم، بتتفرجي وبتتعلم. بمناسبة بقى انك بتتعلمي، انا شايفه ان انت بتعلمينا، بس برضه بتعلمي. حبيبتي أنا الموسم أستاذ. الاول بعد انتهائه، عبلة سلامة اتعلمت ايه منه وغير شخصيتها ولا لا؟ خالص، تخيلي، يعني لدرجة ان انا لما بخرج في حتة بتريق على نفسي، انه ايه ده، محدش شايفني ليه. ما غيرتش فيا اي حاجة كشخص، ما غيرتش فيا حاجة. ولكن لما بتفرج على الحلقات، بقعد اتفرج مرة واثنين وثلاثة حتى لغاية امبارح، انه واكتب نوتس لنفسي ان ما اعملهاش في اللي جاي. انه لا، هنا كان لازم اسكت، هنا كان لازم ادي فرصة ان هو يكمل الاجابة. لا، انا بقاطع، ما كانش المفروض اقاطع، يعني بواجه نفسي باخطائي عشان اتعلم. انت علمتي نفسك ايوه ولسه لغايه دلوقتي بتعلمي نفسك. طبعا. يعني مش حاجه خلاص انا لا عرفتها بقيت كويسه. لا، ما فيش حد بيوصل للمرحلة دي. مش عيب على فكرة، انا بشوف الغبي هو اللي بيشوف مظبوط. ان انا تمام وانا عارف كل حاجة في الدنيا. لا، ما فيش كده على فكرة. وكمان انت لما بتعلمي حاجه جديده مخك نفسه بينشط وبتبتدي تفتح لك مجالات تانية. طبعا، وما فيش حاجة اسمها سن. يعني ما فيش واحدة تيجي تقول لي هنبتدي دلوقتي. ابتدي دلوقتي. برافو عليكي. ابتدي دلوقتي. انت مش عايشة موجودة، صحيح. ابتدي. ايه اللي خلاص بقى كبرنا؟ لا، ما بحبش الكلام ده، الشغل. عندك حق. البني ادم طول ما بيتعلم حاجه جديده مفيش حاجه اسمها بيكبر، بالعكس هو بيثقل تجربته الحياتيه وبيفضل حقيقي. دايما عنده احساس بالحياه. طبعا مش الوقت بيعدي من غير ما طبعا، هو انت يتغير. عايشة، بتحسي انك عايشة، بتقدمي حاجة، بتشوفي مردودها، بتفرحك. وفي صحيح. احلى من كده؟ طب قولي لي ضيف اثر فيكي اثر فيا. او اتعلمتي حاجه من الحوار معاه. طبعا لان هم اصحابي، انا عارفة عنهم حاجة، بس في ضيف فاجئني، يعني عرفت عنه حاجات ما كنتش اعرفها. الله حلو قوي. طب قولي لنا. طارق العريان، اولا خفيف الظل جدا جدا، انا شفت الحلقه. جدا الحلقه وصادق وطبيعي جدا، وعرفت حاجات عن شخصيته انا ما كنتش اعرفها. حتى انا قلت في الحلقه، قلت له يا طارق انا هو نفسه رد وقال لي رد لذيذ جدا. قال لي انا في القعده دي اكتشفت حاجات عن نفسي انا ما كنتش عارفها، مش معقوله. لان اتكلمنا بصوره شخصيه قوي وهاديه قوي. فبدا هو، يعني بعد التصوير قال لي كنت حاسس ان انا قاعد مع دكتور نفساني. يعني صارح نفسه وهو معاكي في جدا الحلقه. جدا، والناس نفسها كانوا فاكرين طارق العريان مخرج اللي ما بيتكلمش كتير، ما بيظهرش كتير، ايوه، ما بيضحكش كتير. ما هو المخرج ما حدش هيعرف عنه حاجه غير ان بالظبط. هو بيقول اكشن وبيزعق Exactly. ويطلع الفيلم وخلاص. بالظبط. يعني مثلا لما سالت طارق انت بتزعق في اللوكيشن، قال لي انا بغيظ في اللوكيشن، انا ما بزعقش، انا ببقى عايزه اجيب حد يزعق لي. انا كنت فاكره ان كل المخرجين بيزعقوا. فحلقه طارق من الحلقات اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه. الناس بقى لما بتشوف النجاح من بره كده
يفتكروا إن هي سهلة. إيه اللي ورا كواليس التجربة بتاعتك؟ بُصّي، أبقى كدابة لو قُلت لِك إن أنا لقيت صعوبات، الله، طب أبقى ده كدابة وأبقى مدعية، ما باحبش. يعني جه طبيعي، كله جه طبيعي. ما فيش حاجة كانت صعبة، ده يعني هايل ما أنتِ شاء عارفة الله. إنِّك تنسّقي مع النجوم وييجوا في أوقات، وفي اللي كان بيصوّر وبيلاقي لي وقت، الحقيقة ما كانتش صعبة خالص. المزيكا جات بسهولة جدًا، أنا كنت متداخلة في كل حاجة، بحُكم خبرتي في الإعلانات. الناس اللي ما تعرفش يقول لك بقى دي قاعدة سِت بتتسلى. مُرفّهة إمم. وطالعة لأ، أنا سِت مش مُرفّهة خالص. أنا سِت أول ما اتخرّجت من الجامعة اشتغلت، ماسكة القسم الفني في سيراميك الجوهرة، فبدأنا نعمل إعلانات. فأنا كنت حابة عارفة فيلم صغير، فكنت متداخلة جدًا من أول الفكرة لغاية الديكور، لغاية المزيكا، لغاية الكلام، لغاية طب الscript. ما دي خبرة طبعًا اكتسبتيها. آه. فبالضبط، لغاية إني باحضر الedit على طول كنت تحضري باحضر التصوير والedit. شايفة لأ، الزاوية دي السيراميك طالع فيها مش حلو، عايزين نعمل زاوية تانية. فاشتغلت مع مخرجين، اشتغلت مع أستاذ شريف عرفة، مع الأستاذ ياه! مروان حامد، مع الأستاذ شريف صبري. طب ما أنتِ عندِك ف خبرة في المجال، فبالضبط، مضبوط كده. بس خبرة اللي عارفة اللي يقول لِك ورا الكاميرا، عمري ما فكرت أطلع بقى وأتكلم. بس في رأيِك بقى مقومات النجاح للإنسان عمومًا بعد ما عملتِ أحاديث مع ناس نجحت في شغلها؟ لازم يبقى عندِك الإرادة، استمرارية يعني ما تيأسيش، ولازم تبقي مؤمنة بنفسِك إني اشرحي لي هانجح، بقى مؤمنة بنفسِك. إن أنا عارفة إني هاقدر أعمل ده. فلازم مش هاقول لِك معاناة، بس في دراسة، يعني في اشتغلي على نفسِك، طوّري من نفسِك، خليكِ مثابرة. إنِّك لأ أنا عايزة أبقى أحسن، لأ أنا هاقدر أعمل دي، في المجال اللي أنتِ حاسة إنِّك هتقدري طبعًا تبدعي فيه، في يعني ما أي مجال تقدريش بغض النظر عن كل المجال. واحدة فينا عندها حتّة شاطرة. طبعًا في ناس هتيجي تقول لِك لأ وبيبقى في حد ساندهم وبتاع، ده ما بيكمّلش. لو حد ساندِك أو واسطة أو دي لأ ما مش هتكمّل. بتكمّلش، ما مضبوط، بتكمّلش. مضبوط. أنتِ النجاح بييجي من جواكِ، أنا هانجح، لازم أنجح. تدرسي، بتذاكري، بتتطوّري، بتقري، بتسألي، بتتفرّجي، بتشوفي حواليكِ بيعملوا إيه، كل دي مقومات للنجاح. أنا عارفة إن أنتِ ضيوفِك كتير منهم دمهم خفيف، إمم، وعارفة إن أنتِ دمِّك كلّهم خفيف. دمّهم أيوه. خفيف والله. فاحكي لي على behind the scenes اللي يا كانت. نهار أبيض! ولا أكيد أعرف آه. أحكيها. ولا يعني كان في نجوم مثلًا يعني زي فهمي مثلًا، آه. فهمي بعد سجّلنا 3 ساعات و40 دقيقة، يا خبر! لإن كنا بنُقف في النُص من الضحك. ونيجي نبتدي نسينا إحنا كنا فين. فحتى فهمي مرّة بيقول لي: "أنا مش فاكر قُلت ده باين في الحلقة اللي فاتت." ففهمي كان طبعًا كان يكلمني بعد ممكن نشيل الجزء ده. فهمي أنا شِلته يا حبيبي من غير ما تقول حاجة. تاني يوم لأ بُصّي والجزء ده كمان. فبيراجعوا نَفْسهم إن هم يشيلوا حاجات. من ال3 ساعات دول بيطلع يعني اللي بيطلع في الآخر المنتج اللي المشاهد بيشوفه قد إيه؟ للأسف 50 دقيقة، وفي حاجات كتيرة أنا كنت حزينة، لإني كنت مرتبطة بالMBC إن هم محكومة عايزين 50 دقيقة. بس أنا كنت وأنا باعمل edit حزينة، عشان لإن كنتِ في عاوزة حاجات يبقى في. كتير حلوة. حتى عرضت عليهم طب ما نعمل في ضيوف ممكن جزء تاني، يعني الحلقة تبقى على جزئين. قالوا لي: "لأ هي حلوة تبقى هم طبعًا بيبقى طب عارفين المشاهدة وكده. عشان تبقى مشدودة يعني." بمناسبة MBC إمم، دلوقتي النجاح بتاع موسم 1 إحنا دلوقتي هيبقى في موسم 2. إن شاء الله. أنا عاوزة أعرف المضمون إمم. اللي أنتِ عاوزة تقدّميه أو نِفْسِك، بغض النظر هو حصل لسه والّا ما حصلش؟ عشان ما نلخبطش الformat، أنا أصنّف برنامج ترفيهي، طالما بتجيبي نجم هيبقى ترفيه، بيبقى إنسانيات فهو ترفيه. فأنا كنت بافكّر البرنامج يبقى على 2 segments. segment الضيف اللي هي آخر حاجة، أهم حاجة، والsegment الأولاني دايمًا أناقش حاجة تهم الناس. أنا مهتمة جدًا بالبنات الصغيرة، لإن الإنستجرام ودّاهم في حتّة دمّر نفسيتهم، آه، مضبوط. بتقارن نفسها حتى كتبت post كده من فترة إن يا حبيبتي اللي على الإنستجرام دي مش حقيقي. إحنا مش رفيّعين، إحنا مش ما فيناش غلطة، إحنا شعرنا مش حلو كده.
احنا بشرتنا ما فيهاش لا، فما تقارنيش نفسك بده. البنات ده حقيقي وعندهم انا مشاكل نفسية بسبب بالظبط المقارنات بسبب السوشيال ميديا. بسبب السوشيال ميديا. مظبوط. وعايزه برضو يعني اخاطب اللي اكبر شويه ان نهدى شويه، يعني مش كل حاجه نصورها، ومش كل حاجه الاوفر شيرنج على السوشيال انا ميديا. لابسه ايه او شنطتي بكام او بتاع، مش كل الناس قادره على ده، وده بيحبط البنات الصغيره. ومش عايزين نروح للحل اللي مش عملي، ان احنا لازم نقفل ما فيش حاجه مش هتتقفل. هيحصل. مظبوط. احنا لازم نقول للبنات ازاي ما تتاثرش بالظبط. بده بالسلب، لكن اقفلي او خدي تليفون بنتك واقفلي. هي توعية. طبعا انا فكرت في حلقه من الحلقات قلت ايه، طب انا عشان البنات اطلع من غير ميك اب خالص، بدرجه قلت لا لا مش هضحي بنفسي. لا مش الدرجات دي. لا لا ازاي. إزاي؟ لا بالعكس، انا من اكتر حاجات كمان اللي عجبتني في البرنامج بتاعك ان شكلك طبيعي وبتكلمي طبيعي، مش عامله حاجه، لا ما مش لابسه بعرفش غير اللي انت في العادي بتلبسيه، مش بالظبط. عامله شكل مختلف للشاشه، انت لا عامله اللي بنشوفها والناس حبتك عشان كده. مش انت عارفاني من زمان، انا وابني الحقيقه احمد كان موجهني في الحته دي، ما تضايقيش حد، طب ما دي حاجه تبقيش مستفزه. يعني كنت بعمل حاجه بوري له الفيديو قبل ما ينزل، يعني ما تبقيش تركبي الرموش. لا. ده دقيق، ده بيبص ده ايه بجد. جدا. قلت له ليه؟ قال لي خليكي كده بس ناتشورال ظريف يعني. جدا انك بتاخدي رايه. طب باخد انت رأي. خدتي رايه قبل ما تبتدي اه الموضوع ده؟ وشجعني جدا حقيقي. جدا. طب والله قال برافو عليك. لي اعملي، لو حاسه انك هتعملي فيه حاجه جو اهيد يلا. طب لو كان قال لك لا؟ لا كنت هعمله برضه. لا كنت هقول له لا ليه؟ طب استنى اوري لك حاجه. برافو عليك. بصي بقى اللي انت بتقوليه ده مهم جدا. اه مش هقول له خلاص انت مش مهم، لا لا اناقشه. لا طبعا لا، اناقشه هو مهم لا ليه صحيح. لانه شاب، كنا هنتناقش. طب تستحق لا ليه؟ طب اوريك اماره، يعني قبل ما تقول لا بص وقول لي. هو حتى في التجارب اللي انا عملتها قبل كده ما عجبتوش برضه. يعني كنت بتستشيريه في الحاجات طبعا التجارب اللي قلتي لا. طبعا قال لي حسك مش براحتك، مش انت. ففضلتي معاه لغايه فكي لما بقى يقول لي خليكي انت، بي ناتشرال، ما تبقيش عامله فيها مذيعه. فاهمه طب يبقى ازاي؟ كان في رهبه في الاول. كنت عشان برضو ما هي كنت ناس. خايفه ابقى اطلع يعني كده، عارفه ازاي. وبعدين اكتشفت ان كده ده حلو. سالوني طب وفين الافاده والاستفاده بتاع، قلت لهم انا بالنسبه لي ال50 دقيقه دول لو اللي بيتفرج عليا على وشه ابتسامه، انا تمام. عبلة سلامة بتخاف من ايه؟ من الوحده. من الوحده. ممكن نشرح يعني ايه وحده؟ اصل الوحده ممكن تبقي في مش وحده وانت معاكي الوحده حد. ان ما عندكيش صحاب. انا عايشه لوحدي وابني في نيويورك، اهلي متوفيين، يعني ابويا وامي واخويا الله يرحمه. في رحمه الله. فعارفه لما يبقى عندك وده مش صح. وحده الزمن، وحده اما تكبري، طول ما الواحد بصحته. مش كده انا دايما بقول دعاء كده، يا رب اديني عمر على قد صحتي. لا احنا عاوزينك معانا فتقعدي وبصحتك ان ما هو شاء يبقى الله. ربنا يديني الصحه بقى. بس هي الوحده هي اكتر حاجه بتخوف. الناس بتتشغل، احنا بنكبر في السن، البيت انت لوحدك فيه بالليل، دي بس ده مش قلق عايزه افكر مشروع. فيها. ده قلق قلق مشروع. مشروع بس انا عاوزه اقول لك حاجه برضو، فكره الوحده في ناس كتير اللي عايشه تتمناها. بتتمناها. معنى ان برضو والله في ناس يقولوا يا بختك. انت بقى يا عبله علاقتك ايه بالوقت؟ بصي دلوقتي في سني ده بقيت بخاف عليه خوف اللي هو حاجه ثمينه بقى، لانه اللي جاي مش قد اللي راح، لا بالورقه مش هنقول والقلم كده يعني. لان احنا لسه بندي امل. لا يعني فبنقول كده. قصدي كحسابات. اوكي ارقام يعني عدد ارقام سنين. طبعا. فبقيت ما بحبش اضيع وقت، يعني حتى لو ان انا قاعده لوحدي مرتاحه ما بعملش حاجه، ده مش تضييع وقت على فكره، ده وقت ليا. الوقت اللي كده مهم جدا. طبعا لو انا هضيع وقتي مع ناس هتضايقني لا، يعني انا افضل في اوقات كتير اقعد لوحدي اقرا كتاب اتفرج على فيلم، غير اني اخرج اقعد مع ناس بتضيع وقتي، كلامهم فارغ، دمهم تقيل، ما استفدتيش بحاجه. يا ريتني ضحكت. مفيش تواصل يا يعني. ريتني ضحكت. فبقيت باخد بالي قوي انه مش اي واحد يستاهل وقتي. في حد كان بيقول ان الوقت ده عمله
زي الcurrency زي الفلوس، أنتِ إمم. بتدّيها لمين؟ يعني لو معاكِ فلوس تقدري تشتري أي حاجة إلا الوقت. أنتِ بقى سألتِ ناس كتير أسئلة، إمم. إيه السؤال اللي سألتيه للضيوف إمم. وما سألتوش لنفسِك؟ كنت دايمًا باسأل الضيوف كلّهم في آخر الحلقة تقول إيه ليك في الماضي ونصيحة ليك في المستقبل. هاقول عبلة في الماضي مش غرور، أنا فخورة بيكِ. لا مش غرور بالعكس، أنا برافو فخورة عليكِ. بيكِ. عدّيتِ بحاجات كانت صعبة، من فقدان، من كسر، وقُمتِ منها وكنتِ أقوى، فأنا فخورة، دي حاجة جميلة جدًا، فخورة بيها برافو جدًا، عليكِ يا عبلة، جدًا، برافو عليكِ. جدًا. وباقول لعبلة في المستقبل كمّلي زي ما أنتِ، اوعي حد يضعفِك، اوعي حد يكسرِك، خليكِ واثقة في نفسِك، اعملي اللي بتحبيه، كل حاجة حلوة هتيجي، ما تاخديش الvalidation بتاعة شخصيتِك وحياتِك من حد. وبعدين الناس بتشوفِك زي ما بتشوفي نفسِك، لو أنتِ شايفة نفسِك ضعيفة ومهزومة والله الناس هتشوفِك كده، من غير ما تفتحي عندِك حق، بُقِّك. عندِك حق. لكن لمّا تبقي مُعتدة بنفسِك وبشخصيتِك وفخورة بنفسِك، الناس هتشوفِك ده. أنتِ لقيتِ نفسِك كده والّا علّمتِ نفسِك لأ، إنِّك ما فيش تبقي؟ حد بيتولد فأنتِ كده. اشتغلتِ على نفسِك في طبعًا، ده. أنتِ بتتحطّي في مواقف أنتِ لازم تبقي فيها قوية، وأنا باكره الضعف. أنتِ في موقف بتقولي أنا لو وقعت هاوقّع ناس غالية معايا، ولادِك، أهلِك، فلأ، ما عنديش الرفاهية دي. عارفة اللي يقول لِك أنتِ ما بتعرفيش قد إيه أنتِ قوية غير لمّا بتتحطّي في الموقف. تضطري غصب عنِّك تبقي قوية. بالضبط، إمم. أنتِ مضطرة، أنتِ ما عندكيش رفاهية الاختيار. لأ، أنا مش هاضعف، لأ، أنا مش هاتكسر. باقولها لنفسي. بُصّي يا شروق، أنا ما باحبش أنصح. زمان كنت باحكم أوي على الناس، كل ما باكبر في السن، لأ، أنا مين عشان أحكم؟ اسمها كل ما بانضج، مش بانضج، باكبر في السن، بلاش إحنا ما بنكبرش، إحنا بننضج. أنا مين اللي أحكم؟ هي مش مبسوطة كده، أنا مالي، ذوق، كل واحد حُر في ذوقه. كلميني عن خلاصة تجربتِك في الحياة. تندميش على حاجة خالص، مهمة جدًا. تندميش. أنتِ شخصية متفائلة بطبعِك يا عبلة؟ جدًا. أنا متفائلة جدًا وبازعل من الناس المتشائمة. عارفة مشكلتنا في إيه يا شروق؟ إحنا محتاجين بس نمارس شوية تفاؤل وحُسن ظن بالله، ما هو كُلّه على الله. عندِك حق. لكن أنا بقى لي مدة مش عايزة أخُش السوشيال ميديا، الفيسبوك، في كَم من التشاؤم والانهزامية تفائلوا، عارفة يقول لِك تفائلوا بالخير تجدوه. أنا سِت متفائلة جدًا ودايمًا مقتنعة إنه لا الوِحِش بيكمّل ولا الحلو. صحيح. هي الدنيا كده بتلِف. واتعلّمت برضه من خبرتي إنه ما أبيّنش ضعفي للناس، مش كل الناس، القريبين أوي، أوي، إنّما ما اشتكيش. كان في كده جملة كانت أمي دايمًا الله بترددها، يرحمها. تقول لِك الناس هتتعاطف مع دمعتِك ساعة، إنّما هتُقع في غرام ضحكتِك 1000 ساعة. الله! طب يبقى أنتِ أخدتِ بقى برضه الحتّة أخدت دي ده منها منها. طبعًا. أمّا تخرجي للناس، اخرجي دايمًا مبتسمة، بتضحكي، إيجابية. لو مش قادرة اقعدي في البيت، فأنتِ ما تشيّليش الناس هَمِّك، لإن كل واحد فيه عنده اللي يكفّيه. عندِك حق. أنتِ ما بتبقيش عارفة النعمة اللي أنتِ فيها غير لمّا تروح منِّك، عندِك حق. احمدي ربِّك على اللي أنتِ فيه. مضبوط. أولًا أنتِ أضفتِ بهجة وتفاؤل لينا كُلّنا حبيبتي، في كايرو ويست حبيبتي، حقيقي. أنا اللي مبسوطة أوي، سعداء مبسوطة بيكِ. بالبنات والشباب لأ إحنا كُلّنا كُنّا منتظرين الصغيّرين، جدًا، وميرسي يا جدًا. شروق أوي. حقيقي لأ بالعكس إحنا لنا لقاء تاني بعد موسم 2 إن شاء وإحنا الله. هنفضل معاكِ كده مراحل حياتِك، لإن لغاية ما إحنا عندنا وقت مع عبلة. إحنا عاوزين وقت مع عبلة. ميرسي يا شروق حقيقي. أوي، ميرسي على باشكرِك وقتِك، جدًا. على بيتِك الحلو أسعدتينا، ده، أسعدتينا يا عبلة على ميرسي حقيقي. الكرول كُلّه اللي جه وسهر معانا. باشكرِك جدًا، أنا يا جدًا، حبيبتي جدًا. أشكرِك، حقيقي، أشكرِك، أشكرِك. حقيقي.